الحقيقه انا مش عارف ايه اللي بيخلي جمهور الزمالك يحب نوعيه اللعيبه اللي توفت بقى لها 5 6 سنين. لعيب الله يرحمه تبص تلاقي جمهور الزمالك ده الله لا هاتوه يلعب اساسي، لا ده حراق، ده مشطشط، لا ده جمهور الاهلي هيتغاظ منه قوي. النهارده انت رحت يا عم وتعاقدت مع عبد الله السعيد، مبروك عليك، بعد ما الاهلي حرمك من التعاقد معاه لمده 6 سنين. هتموت وتجيب اللعيب مش عارف تجيبه، كنت عايز تجيبه وعنده 33 سنه جبته وهو عنده 39. يا عم مبروك عليك، الله يسهل لك فيه، الله يرد لك ليه الروح. انت عارف تجيب سيره ليه بقى جمهور الاهلي وتقول ده جمهور الاهلي محروق من عبد الله السعيد؟ عبد الله السعيد اللي انا راميه بره النادي من 6 سنين انا هبقى محروق منه بأمارة ايه يا ابني؟ ده من ساعه ما مشي وربنا فتحها علينا وكل سنه بطوله افريقيا وفي كاس العالم للانديه هبقى محروق منه؟ بس هتقول ايه؟ هو ده جمهور الصفوه، احنا جمهور الصفوه يا باشا، احنا اللي فاهمين الكوره. وعشان موضوع جمهور الصفوه ده يبقى عارف نفسه من دلوقتي ويبقى واخد حجمه، انا هفرجكم على عينه من جمهور الصفوه، عينه عشوائيه عاديه جدا من جمهور الصفوه وهو بيتكلم عن صفقه عبد الله السعيد دي قبل ما يروح الزمالك وبعد ما بقى في الزمالك. الصراحه هي مش عينه عشوائيه، هي عينه مثاليه. خش يا ابني بالكلام. عبد الله السعيد في تصريحات ليه حاليا في الوقت الحالي يقول لك هو منتظر يعني الانتقال الى نادي الزمالك. ادينا اماره عشان يعني انت في ماتش الاهلي ما كنتش كويس. ماتش النهارده الراجل طلعك وبيبطلك، بطلوا بقى ضحك على الانديه. هو احنا فاتحين دار مسنين؟ النادي الزمالك فاتح دار مسنين؟ بطلوا بقى ضحك على الانديه. سمعنا الكابتن رضا المشطشط المطرشم مايسترو نص الملعب بيقول ايه على عبد الله؟ سمعتوا كويس الكلام؟ عشان الكلام ده هنحتاجه. عيد كده يا ابني الحته دي تاني. بطلوا بقى ضحك على الانديه. بطلوا ضحك على الانديه. سمعنا الكلام كويس عشان هنحتاجه بعد كده. خش لي بقى براي كابتن رضا بعد ما عبد الله بقى نجم الزمالك. عبد الله السعيد طبعا اضافه، وخلي بالك عبد الله السعيد لما المنتخب يكون هياخده في بطوله افريقيا اللي فاتت دي ويتضغط عليهم وما يتاخدش، يبقى ما حدش يطلع ويقول سنه كبير وسنه مش كبير. لان هو ده كده اتظلم ان هو ما راحش على حساب اي حد، ده كده اتظلم ان هو ما راحش على حساب اي حد. سبحانه نفس الشخص بيتكلم على نفس اللعيب بعد ما بقى لعيب في الزمالك اللي اتحول فجأة من ده. بطلوا بقى ضحك على الانديه لمرة واحدة بقى ده على حساب اي حد. دي عينة عشوائية ومثالية لجمهور نادي الصفوة. عشان الكلام ده هنحتاجه بعد كده في الموسم، عشان اي ثرو باص ولا اي اسيست هيتلعب في ماتش زد ولا في ماتش المقاولين ولا في ماتش فاركو هيقول لك الله يا حراق من جور السعيد يسعد. ماشي يا عم جور السعيد، بس ما تصدعنيش بالله عليك عشان عندك كاس عالم للانديه هشارك فيه للمره ال5 على التوالي السنه دي، فمش عايز صداع الله يكرمك.